السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في المحطة 16 من رحلتنا، رحلة معرفة بالله. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن اسم الله الرقيب. لما بيجي سيرة الاسم ده الناس بتفكر الكاميرات المحطوطة في كل حتة علشان تمسك لنا غلطة، أو المدير اللي عمال يراقب بالموظفين عشان يخصم لهم، فبتتصور إن الله عز وجل اسمه رقيب علشان بيراقبنا ويصطاد لنا الغلط وبس. ولكن في الحقيقة الرقابة الإلهية هي أحسن وأفضل نعمة في حياتنا. الرقيب هو اللي عينه عليك علشان يرعاك، مش علشان بس يعدلك الغلط. فتعالوا نعرف ازاي نعيش في ونس الرقيب، وازاي الاسم ده هيخلينا نستغنى عن الناس كلها. فيلا بينا وما تسيبش المحطة وتمشي. الرقيب في اللغة هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، والرقيب في جميع الأحوال. ببساطة أوي هو اللي ما بيفوتش دبة النملة. وخد بالك إن البشر بيراقبوك عشان يصطادولك أي غلطة، ولكن الرقيب بيراقبك علشان حاجات ياما أوي، منها إنه يحفظك وإنت نايم، وإنت ماشي في الطريق، وإنت في شغلك. في كل خطوة تخطوها الرقيب معك لكي يحفظك، تمام؟ وكمان علشان يسمعك لما تهمس في جوف الليل من ألم ومحدش سمعك، فالله عز وجل يسمع أنين قلبك وجراحك اللي محدش حاسس بيه. وكمان عشان يجازيك ان انت تعمل مثلا عمل خيري مثلا محدش يعرف عنه حاجة، قمت مثلا في جوف الليل وصليت ركعتين، فالرقيب شايفك ويجازيك على الخير ده، تمام؟ عارفين اجمل قصة على المراقبة هي ايه؟ قصة بنت بائعة لبن في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. لما الام قالت لبنتها ما يلا نخلط اللبن بالماء ونكسب كتير وهو محدش شايفنا وعمر مش شايفنا، فبنتها رد عليها رد هز التاريخ، قالت لها ان لم يكن عمر يرانا فرب عمر يرانا. البنت هنا ما كانتش خايفة، لكن كانت تستحيي من الرقيب. اسم الله الرقيب بيعمل حالة في القلب اسمها المراقبة، بتخليك تعمل الصح حتى لو محدش شايفك تماما. بتخليك إنسان محترم مع نفسك، مش محتاج عسكري ولا غفير ولا محتاج كاميرات ولا مدير يمشي فوق راسك عشان تعمل الصح. بيخليك مطمن إن حقك ما بيروحش، إن لو حد ظلمك فالرقيب شايفك ويجازي ذلك الظالم ويديك انت الخير، تمام، ويرجع لك حقك ومظلمتك، تمام. واسم الله الرقيب بيخليك انسان سوي، سوي نفسيا، بيخليك انسان تبقى محترم ان انت بتعمل الصح، مش محتاج حد يقولك اعمل ده واعمل ده، انت بتعمله من نفسك. فده من جمال اسم الله الرقيب. والصيام في حد ذاته هو عبادة الرقابة، علشان كده الصيام ربنا ما ادالوش اجر، قال اما الصيام فهو لي وانا اجزي به، تمام، في الحديث القدسي. ما انت تقدر تخش الأوضة وتقفل على نفسك وتشرب مية ومحدش شايفك، ما بتعملش كده ليه؟ لأنك مستحضر اسم الله الرقيب ومستحضر رقابة الله لك، تمام. طيب ليه بقى بنتقي الله في الأكل والشرب ولا نتقيه في الغيبة والنميمة؟ اسم الله الرقيب بيخليك تعيش بشفافية مع نفسك، تتقي الله في حياتك وتتقي الله في بيتك وتتقي الله في شغلك، مش مستني حد يديك أوامر ويزعقلك. الرقيب هو الونس ليك لما تحس انك لوحدك محدش معاك، افتكر ان معاك الرقيب اللي مقدر تعبك ومقدر صبرك، وكل خطوة تخطوها هو معك ويعلم حالتك من غير ما تحكي. فلما تعرف الكلام ده هتطمئن ان معاك الرقيب، مش هتخاف، مش هتخاف من حاجة، تمام. واجبنا النهاردة في رحلة معرفة بالله هو الخبيئة أو عبادة الخفاء. شوف انت النهاردة أي حاجة ممكن تقدر تخفيها عن الناس واعملها. انك ممكن تطلع صدقة مثلا
حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، أو إنك تصلي ركعتين في جوف الليل محدش يعرف عنهم حاجة، حتى مراتك وولادك أي حد. إنك تعقد النية إن أنت مثلا تختم ختمة مثلا قرآن، أو تقرأ صفحتين تلاتة قرآن محدش يعرف عنهم حاجة، وتستحضر إن الرقيب هو اللي شايفك، وتكون العبادة ده هي بينك وبين الرقيب فقط. تمام. وكده تدعي: يا رب يا رقيب، انا بعمل العبادة دي ليك انت يا رب، بعيد عن الناس، بعيد عن المشاهدات واللايكات والمشاركات والحاجات دي كلها. تمام. فخلي عبادتك وعبادة ثابتة معاك هي عبادة الخفاء. تمام. وهتلاقي اثرها واضح في حياتك لما تعملها ان شاء الله. وبكده انا خلصت محطتنا النهاردة. كانت محطة جميلة، محطة مطمئنة لينا ان احنا مش لوحدنا. تمام. فلو الكلام ده لمس قلبك، ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات، وتعمل لنا لايك واشتراك، وإنك تنشر الكلام ده في كل حتة، حتى نزاحم أهل الباطل وما أكثرهم في رمضان كما تعلم. تمام. وبكرة إن شاء الله بعدنا مع الاسم اللي بيفتح لنا طرق وبيفك عن نفسنا إن شاء الله. تمام. فكده يا صديقي أنا خلصت حلقة النهاردة. ما تنساش إن إحنا عدينا أكتر من نص الشهر، فاستدرك ما بقي من الشهر يا رجل، ولا تكن إمعة، ولا تكن مع الطيار الجاري الآن وهو طيار المسلسلات والحاجات دي كلها، وخليك صاحب همة عالية. تمام. ويا رب يا رب يا رب اجعلنا من عتقائك من النار، وصوما مقبولا وإفطارا شهيا يا صديقي. ويا رب يا رب يا رب اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين في هذه الليلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.